طالب تجاره يعني كليه الشعب. اخبارك يا مدير؟ ثواني بس بقفل شويه حسابات. ايه ده؟ اللهم صل على النبي، انت شغال في بنك؟ لا، في سوبر ماركت. بتعاني من ايه كطالب تجاره؟ الناس مفكراني مجرد كاشير او انا اخري اشتغل في عصاره قصب الم فلوس. قول لنا بقى، هل كليه التجاره سهله؟ سهله؟ مفيش الكلام ده. انا بقالي 8 سنين في الكليه ما اعرفش الفرق ما بين المدين والدائن، وكل سنه لازم اشيل محاسبه. ايه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب تجاره؟ اي حد بيعرف اني في تجاره انا بالنسبه له انسان فاشل، انا سمعت ان في خناقه ما بين تجاره عربي وتجاره انجليش، وان انجليش افضل في الشغل. وفي الاخر كلنا بنترمي على رصيف، بس رصيف تجاره انجلش طري شويه عشان هم على الله حكايتهم. يعني انت في تجاره عربي؟ ياي عربي، انا في تجاره انجلش بدفع فلوس. ما هو بتاع عربي ممكن ياخد كورسات ويبقى زيك. برضه احنا في ليفل اعلى منهم، عمرهم ما يتساووا بينا، بيحلموا. احترم فعلا المستويات. مين اعدائك من الكليات التانية كطالب تجاره؟ كل الكليات اعدائنا، مسمينا كليه الشعب، ما يعرفوش ان احنا اللي شايلين البلد كلها. ايه هي امنيه حياتك كطالب تجاره؟ ان انا اعرف اجمع واطرح واضرب بسهوله واعد ورق الضمنه والكلام ده. نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ يا جماعه انا دماغي مش آلة حاسبه، وبصراحه كده بدون خوف من المجتمع انا مش حافظ جدول الضرب.